الأهلي بيتلقى أول هزيمة في مجموعات أفريقيا، بس الحقيقة هزيمة مستحقة جدا جدا. الزمالك في عيد ميلاده ال 114 بيوزع هدايا وبيدي نقطة غالية للمصري بتبقي على آماله في الصعود. بيراميدز وريمونتادا عالمية في الدقايق الأخيرة على الترجي التونسي. زيزو وفيلم التجديد عرض مستمر. حلقة النهاردة مش اللي كنت مرتب لها خالص، كنت عامل حسابي اجي احتفل بعيد ميلاد الزمالك ال 114 واحتفل بالصعود رسميا من المجموعات، بس للاسف ده ما حصلش. فدلوقتي تعمل لايك وتشترك في القناة عشان انا دلوقتي متضايق، واظن كفايه انا راجل لحد كده، ويلا بينا نخش في المعمعة. مشجعين الزمالك في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة التحليل الأفريقية، وهنبدأ من الكونفدرالية والفارس الأبيض اللي بيتعادل مع المصري 1-1. وكان نفسي طبعا زي ما قلت إن ده يبقى احتفال بعيد ميلاد الزمالك ونحتفل بالصعود مع عيد ميلاد الزمالك، بس ده ما حصلش للأسف. والماتش كان ممل جدا ومقفل جدا ومحشور في نص الملعب. كفايه ان اقول لك ان الزمالك ما شاطش غير كوره واحده على جاد هي اللي بين الثلاث خشبات، والمصري ما شاطش ولا كوره على عواد. وزي ما قلت الماتش كان ممل جدا، واكيد غيابات الزمالك مؤثره، فلما يرجع لك ناصر ماهر ويرجع لك بنتايج وحمدي اكيد هيفرق معاك كتير. فتوح اهو ابتدى يجيب شويه من فورمه فتوح اللي احنا نعرفها، بس انا عندي مشكله كبيره قوي مع شلبي. اظن كفايه قوي كده على شلبي. الهجمه دايما بتقف عنده، يا بيباصي غلط، يا بيستلم غلط، يا بيرفع غلط، يا بيشوط وحش. يعني مش ممكن يا جماعه، كفايه قوي كده عليه. ده غير ان احنا محتاجين مهاجم باي طريقه. عندك عقم تهديفي في منطقه الجزاء رهيب، مش هينفع نكمل بيه كده. لازم مهاجم سوبر يجي الزمالك. واخيرا شابوه عبد الله السعيد، بجد شابوه يا بودة، اداء رائع وممتاز ومستمر وما بيقعش وما شاء الله. بس انت كده بتستنزفه جامد، بيلعب 90 دقيقة في السن ده. لازم نجيب له بديل يبقى على نفس المستوى، حتى لو صغار في السن وهياخد خبرة واحدة واحدة، بس لازم نحافظ على عبد الله عشان يلعب مدة أطول في الزمالك. وطبعا زي ما احنا شايفين الزمالك لسه على صدارة المجموعة، بس المصري بقى عنده فرصة ان هو يصعد تاني المجموعة، وهنشوف الماتشات الجاية مخبية للمصري ايه. بس ان شاء الله الزمالك هيحسم الصعود بدري بدري ونكسب الماتشين الجايين. اخيرا في الزمالك تجديد زيزو، العرض المستمر زي ما قلنا والاشاعات كتير، وهو نزل ستوري او بوست على انستجرام منزل بلس 3 وعلامة صح جنبها، فشكله كده خلاص اتفق على التجديد. عموما خدوها مني، ما تراجعش ورا الهندسة. زيزو مكمل في الزمالك. الاخبار اللي جايه من مصادر موثوق منها وخاصه جدا ان هم اتفقوا خلاص على التجديد. هو فاضل بس ان في اجراءات القرض اللي واخداها اداره الزمالك، اول ما الكاش يجي هيقوم مظبطين زيزو ويمضي على طول. نروح بقى للمارد الأحمر، وأول هزيمة في أفريقيا السنة دي من شباب بلوزداد في الجزائر 1-0 في الوقت بدل الضايع. والحقيقة زي ما قلت في الانترو هي هزيمة مستحقة جدا. مبدئيا كده كولر لعب بتشكيل عجيب، فلعب في الجبهة اليمين بخالد عبد الفتاح وقدامه كريم الدبيس، فالجبهة اليمنى ماتت تماما هجوميا وبقت نقطة ضعف دفاعيا. وشباب بلوزداد نزل ضاغط على الأهلي من أول دقيقة وبيحاول إن هو يسجل هدف مبكر، الا ان خط دفاع الاهلي رامي ربيعه واشرف داري اللي عمل ماتش رائع هو ويحيى عطيه الله وراهم الشناوي قدروا ان هم يوقفوا كل محاولات الشباب. بس الاهلي ما كانش موجود تماما هجوميا، فالاطراف كريم الدبيس والشحات ما شكلوش اي خطوره على شباب بلوزداد وما عرفوش يخلقوا اي فرص لاسامه ابو علي. الحقيقه عايز اقول كلمتين على اسامه ابو علي، بروفايل مهاجم مفتقدينه في مصر بقالنا فتره طويله. سريع شويط، تحركاته في الملعب حلوه، بيشوط ضربات ثابته، فبجد لعيب متكامل ومهاجم بقالنا كتير ما شفناش زيه في الملاعب المصريه. يا غريمي انا بنق عليه، قال يعني بيحوق فيكوا الحسد قوي. فضل الماتش ماشي على كده والاهلي تحسن نسبيا بعد التغييرات اللي عملها، الا انه ما قدرش يحافظ على نظافه شباكه، وقدر نوفل خسيان ان هو يكلل مجهوده اللي عمل ماتش رائع جدا وسجل هدف الفوز في الدقيقه 91، وابقى على فرص شباب بلوزداد في الصعود، رجع لهم تاني فرصه ان هم يصعدوا بالفوز ده. المهم اللي انا عايز اقوله ان كولر يتحمل الهزيمه دي لوحده، لانه لعب بتشكيل غريب جدا وملحقش يصلح وتغييراته كانت متاخره قوي، فضيع على الاهلي فرصه ان هو يضمن الصعود من بدري. وزي ما احنا شايفين نقط المجموعه بقت قريبه والمجموعه قربت قوي.
واخيرا مع ممثلنا الرابع في بطولات افريقيا وفوز بيراميدز بريمونتادا 2-1 على الترجي التونسي في الوقت بدل الضايع في اخر ثانيه من دبل كيك من وهم وخيال من ابراهيم عادل. والصراحه الواد ده بيثبت يوم بعد يوم ان هو كواليتي مختلف جدا، وخساره ان هو ما احترفش، ده لو طلع اوروبا هيبقى جبار. مهم ان بيراميدز بيعمل الريمونتادا وبيكسب الترجي 2-1، فبيسجل مصطفى فتحي هدف التعادل في الدقيقة 90، وبيجي ابراهيم عادل عشان يحط هدف ولا احلى في الدقيقة 93 ويرجع تاني بيراميدز على صدارة المجموعة مناصفة مع الترجي. وبكده بقى خلصت كلامي يا زملكاويه، بس كلامنا سوا اكيد لسه ما خلصش. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وشير الحلقه في كل مكان، لان ده فعلا بيساعدنا في انتشار المحتوى. كنت معاكم محمد الجاري وهندسه التحليل الافريقيه، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.